كلنا عارفين ان احنا علشان نبيع حاجة محتاجين نتكلم عليها، بس هل انت عارف ان انت لو سمعت تقدر تحسن بيعك وتزوده وتحسن علاقتك بالعملاء؟ تعالوا نعرف ازاي. في حاجة اسمها الاكتيف ليسننج او الاستماع الفعال. ايه هو الاكتيف ليسننج او الاستماع الفعال؟ خلينا نبسطه، هو 4 ت. التيه الاولانية انك تركز كويس، تركز مع العميل بيقوله، كل التفاصيل اللي بيقولها تبقى مركز معاها، وفي نفس الوقت انت بتوضح له وبتشو ان انت مركز معاه عن طريق البصر، انك عينك في عينه مركز معاه، عن طريق ان هو لو قال حاجه بتهز راسك ان انت توضح له ان انت مركز معاه، عن طريق الحركات بتاع جسمك والفيشل اكسبريشنز بتاعتك توضح له ان انت مركز معاه، ومركز معاه علشان تفهمه. ودي اللي تاخدنا لتاني نقطه، مش علشان انك ترد عليه وخلاص. تاني نقطة، تفهمه بعمق، تفهمه ديبلي، تفهمه بكل اللي هو عايز يقوله. مش فاهم، اسأل أسئلة مفتوحة بحيث ان هو يتجاوب معاك اكتر ويتكلم اكتر ويقدر يوصل لك اللي هو عايز يقوله. تالت نقطة، انك ترد عليه اذا لزم الامر، لو في حاجة هو سألها لك بس بشكل مدروس ترد عليه، مش ترد وخلاص بيزد على الانفورميشن اللي انت جمعتها لما ركزت معاه وقدرت تفهمه. تالت نقطة، ترد عليه اذا احتاج الامر. رابع نقطة، تفتكر التفاصيل. تفتكر التفاصيل دي بوينت كريتيكال جدا ومهمة جدا في اللونج تيرم ريليشن مع اي عميل. تفتكر تفاصيل حتى لو كانت صغيره، عن طريق ان انت بعد ما تخلص الكول او بعد ما تخلص المقابله او الميتنج، اكتبها في نوتس، اكتبها على الموبايل، دور على اي طريقه تفتكر بيها الحاجات، التفاصيل الصغيره حتى اللي هو قالها. في دراسه من السيلز فورس بتتكلم عموما على المبيعات، 80% من العملاء بيقولوا انه تجربتهم مع مندوب المبيعات اهم من المنتج نفسه. وفي دراسه من هارفارد بزنس ريفيو بتقول انه 80% من المندوبين اللي هم فعلا متميزين بيكونوا عندهم very good active listening وبيسمعوا كويس جدا للعميل بتاعهم. عشان تنجح في المبيعات، في اي نوع من انواع المبيعات، لازم تسمع كويس. العميل هيديك مفاتيح كتيرة جدا انت لازم تكون مركز فيها. المفاتيح دي هتساعدك تقوي بيعك، تقوي علاقتك معاه، وفي نفس الوقت هتساعدك في اللونج تيرم ريليشن شيب. حتى لو ما اشتراش دلوقتي، انت بتبني معاه ثقه لان هو حس ان انت بتسمعه وعندك اكتف ليسننج، وفي نفس الوقت مش جاي تبيع بيعه وتمشي. نختم ونقول ان الاكتف ليسننج هو المفتاح لكل مندوب عايز ينجح، ولكل مندوب عايز يختلف عن كل المندوبين اللي موجودين في السوق. ممكن تبدا تجربها دلوقتي وتقول لنا رايك وايه اللي حصل معاك في التعليقات تحت.